بسم الله الرحمن الرحيم. يا سادة يا كرام، سلام. ال- اليوم عايزين نجيب حقيقة عند مجموعة محطات متعلقة كلها بما تسمى بكتيبة ولا فيلق ولا المهم البراء بن مالك. طيب، المجموعة دي طبعا في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي أعلن قائدة إن هي قررت التوجه نحو العمل المدني. وانت لما تقول التوجه نحو العمل المدني معناه إيه؟ اعتزلت العمل العسكري وكل ما يتصل به. وانا اتذكر في ذلك الوقت عملت تحليل رحبت فيه بالمبادرة، لأنه أي مجموعة كانت جزء وجزء فاعل في عمل عسكري وقررت التوقف عنه، فده اتجاه مطلوب يعني في ظرفنا اللي احنا كلنا بنتكلم فيه عن ضرورة وقف الحرب. لكن طبعا انا لانه يعني عارف انه وراء الأكمة ما وراها زي ما بقولوا، كنت خطيت حقيقة، مش خطيت، انا بريت الزول اللي قال الكلام ده او البراء بن مالك او الناس اللي احتفت بالخطوة دي، انه والله في شروط متواضعة عليها المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته فيما يتعلق او في التعامل بمجموعة قررت ترك السلاح والانتقال الى العمل المدني. وقلنا في حاجة اسمها DDR، ده مشروع معروف في الأمم المتحدة صادر، يعني هو بروتوكول صادر عن الأمم المتحدة بيتعلق بالتعاون مع مثل هذه الحركات، أو مثل هي دائما طبعا بتطبق على الميليشيات يعني. فقلنا والله البراء بن مالك دي عشان تطلع من العمل العسكري للعمل المدني مطلوب عندها ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى نزع وتجميع السلاح، إنه السلاح بتاعه ده كله يتخطى في حتة واحدة بعيدة يعني سيطرة الدولة. والخطوة الثانية التسريح، انه يتم تسريح كل هذه المجموعات العسكرية من العمل العسكري. ثم الدمج، والدمج ده انا الكلام ده قلته مليون مرة، قلت يا اخوانا DDR لما يتكلم عن الدمج ما بيتكلم عن الدمج في الجيش، لا، بيتكلم عن الادماج إعادة الادماج في المجتمع، يسموها إعادة الدمج، باعتبار انه اصلا هي الميليشيات دي عناصرها كلها جايه من المجتمع المدني. اللي كان طبيب كان طبيب، اللي كان مهندس كان مهندس، النجار كان نجار، اللي كان تاجر كان تاجر، وليفر. طبيعة النشاط المدني بتاعهم تحولوا لعسكريين في مرحلة ما لأسباب اقتضت ظروف معينة، انتهت تلك الظروف فعادوا المفروض يعاد إدماجهم في المجتمع المدني. لكن قلنا عشان يعاد إدماجهم في خطوتين لازم يتعملوا. أول حاجة يتم جمع السلاح منهم، يتم تسريحهم من العمل العسكري، ثم يعاد إدماجهم في المجتمع. طيب قلنا ناس برا والله تعملوا الخطوات دي عشان بعد ذاك نحن نصدق انكم ماشيين في القصه. طبعا بعد ذاك هم نسوا الموضوع ومشوا في ايه حيحاربوا فيه حربهم، والامور ماشيه، نسوا حكايه المدنيه دي. لكن كمان بيني وبينك هم يعني انا كنت بتكلم عن مجموعه بقى، انا بتكلم عن اخر موقفين. الموقف الاول الخطاب الصدر من ولاية الخرطوم من كتيبة البراء دي لولاية الخرطوم. الخطاب طبعا مروص بالقيادة العامة، هيئة الأركان، وطبعا هو ما يسمى كده، لكن على كل حال خلاص هم عملوا كده. ووجهوا فيه حكومة الولاية بتوجيه كل العاملين في الدولة للمشاركة في حرب الكرامة أو الاستنفار لحرب الكرامة. وبعد ذلك طبعا قاموا هم قدموا شروحات، يعني قالوا إنه الحرب دي وصلت مرحلة يعني خلاص دخلت العظم، وبعدين بعد الجهاد بقى فرض عين. لكن ما سألوا رقبتهم أو ما بدوا سألهم إنه الحرب دي بدأت ليه. وطيب إذا هي أنت ما بديت الحرب، إذا أنت ما عندك قدرة ليه بديتها، وأنت أصلا هي ممكن في النهاية تصل للمرحلة الخطيرة اللي بتهدد بقت زي ما أنتم بتقولوا هسه بقت حرب وجودية. ده سؤال مهم جدا لابد أن يطرح لهذه الجماعة. لكن هو ضمن الموضوع طبعا واحدة من الطرائف انه في واحد رد على هذا الاستنفار، قال له والله يا اخي العاملين في ولاية الخرطوم دول معظمهم شغالين في مواقع حساسة، اما في مواقع علاجية، اما في مواقع خدمات مياه وكهرباء،
برضه سادين ثغرة كبيرة جدا، بيقدموا خدمة للمسلمين. فبالتالي يا أخي أنتوا استنفاركم ده حقه توجهوه للشباب الحايمين في اسطنبول وفي ماليزيا وفي الدوحة وكده. فطبعا كان ردهم لا، انه هم والله الحرب دي خلاص بقت حرب وجوديه ولا بد، والجهاد بقى فرض عين. وانا ما اعرف ذاته هو يعني شنو هي معايير الجهاد. لكن وهسه ده ما موضوعنا نحن. انا قلت لك اتكلم عن موقفين، لانه ده الموقف المتعلق بالاستنفار، وده عمل عسكري في نهايه الامر يعني حتى انت خطابك ذاته انت مصدره بالقوات المسلحه وهيئه الاركان، معناها خلاص انت بقيت جزء من المؤسسه العسكريه. حصلت كيف وتمت كيف ده ما موضوعنا نناقشه مره ثانيه. لكن طبعا ده بينفي الادعاء الصدر في يوليو 25 وردينا عليه نحن بمطلوبات الانتقال من العمل العسكري للعمل المدني، وهم طبعا ما ممكن يتخلوا عن سلاحهم بالسهوله وزاغوا من الموضوع. طيب الليله جو طلعوا علينا بالقصه بتاعت الاستنفار، والناس كلها اتكلمت ونحن اتكلمنا عن موضوع الاستنفار ده، انه لا يعني الا مزيد من الحرب، ولا يعني الا مزيد من الاصرار على حرق السودان وما تبقى فيه. لكن الطريف وشر البلية ما يضحك حقيقة يعني المفارقة، انه في الوقت الصدر فيه الخطاب التوجيه لولاية الخرطوم بالاستنفار ده، صدر خطاب في محلية حلفا هناك في شمال السودان من الوحدة الإدارية بالموافقة على اعتماد كتيبة البراء بن مالك دي لاستيراد الخضر للمحلية. يعني ده شنو ده يا سيدي؟ ده تسميه شنو؟ اللعب بالعقول، آه، استغباء. حقيقة هو استغباء يعني. هو انا ما بفتكر ده ما تغبي شوي، لا ده استغباء. انت بتفترض انه هذا الشعب مجموعة من الأغبياء لا يفهمون ولا يفقهون ولا يدركون. يعني أنت في حتة بتعمل خطاب مخاطبة لاستنفار الناس للقتال، وفي حتة بتمشي تخش السوق تضايق التجار عشان يخصصوا لك نشاط تجاري يقفلوا عليك انت حصريا يعني سر هذا الخضر في حلفة. ف يعني ما انا يعني انا ما لقيت عنوان غير انه بس خلاص يعني انه خط البرادي بين الاستنفار زي ما انا قلت والاستيراد. يعني هنا في الخرطوم بيستنفروا الناس، وهناك في حلفة يستوردوا الخضر والفاكهة، وبعد كده كله في سبيل الله وكله لوجه الله، والجهاد أصبح فرض عين ولا بد أن يشارك فيه وأن يستنفر له كل الشعب السوداني طبعا، ما عدا الناس اللي حيكونوا شغالين في استيراد الخضر وتوفيره لمواطني حلفة. أنا ما أعرف هم مواطني حلفة دي طيب ديل حيشملهم الاستنفار ولا ما حيشملهم الاستنفار؟ والله ما بديل عايزينهم قاعدين عشان ده السوق اللي حيشتغلوا فيهم يعني. نسأل الله السلامة لبلادنا ولشعبنا، والسلام عليكم.